للتنويه، واذا بتحبوا تنشروها. احنا ما في صحفيين عم بيقولوا لنا الاخبار شو عم بصير في الداخل، شو عم بصير بتل ابيب وبعسقلان وبالمدن الاسرائيليه. الدمار اللي عم بصير عليهم اشي لا يوصف. عندهم صار 500,000 نازح اسرائيلي تركوا بيوتهم. الطيران الاسرائيلي مش ملحق ان كل اللي معها جنسيات اوروبيه او جنسيات غير الجنسيه الاسرائيليه عم بيهاجروا. الامور في اسرائيل طبعا ما في مدارس، المحلات مسكره، ما في جامعات، الاوضاع العامه كلها في انهيار في انهيار. بيقول لك صار عندهم اكتئاب الجنود طولهم اللي على حدود غزه، كل يوم بدنا ندخل بري بدناش ندخل بري. أوضاعهم النفسية متدهورة، أوضاعهم الاقتصادية متدهورة، عسكريا متدهورين. كل القصف اللي عم بيعملوه هو بس بتفششوا، هم مش عم بيحققوا ولا إشي من اللي بدهم إياه. لا قادرين يحرروا رهائن، ولا قادرين يوصلوا للمقاومة ولا يضربوها. المقاومة الحمد لله رب العالمين بألف ألف خير، ولسه في جعبتها الكثير. بدنا نرفع المعنويات. احنا المشكلة ما في صحفيين من جوا. أنا أختي عمالها بتبعت لي أخبار من الداخل، عمالها بتتسرب من خلال ناس تصويرات فيديو او اخبار شو عم بصير، حجم دمار معين، اصابات معينه عم تتسرب. لانه برجع بقول لكم كل التركيز الصحفي بس في غزه، الصحفيين بس في غزه. فما ما بدنا هذا الاشي يصير يعمل احباط او يعمل اكتئاب عنا. احنا عنا اكيد ضحايا، بس صدقوني هم عندهم زينا زيهم اذا مش اكثر. لكن في فرق، احنا بنتحمل وبنصبر لانه اصحاب حق. هدول ما رح يتحملوا وما رح يصبروا، وان شاء الله انها نهايتهم قربت. عم بنهاروا، وزي ما قال محمد الضيف، قال نتنياهو عنده غباء مركب، وهو فعلا عنده غباء مركب، يتخبط ومو عارف شو عم بيعمل. ما في الا هالطيارات بتطلع وبتقصف، واخرتها قال بنزلوا مناشير لاهل غزه. تخيلوا اهل غزه بنزلهم مناشير انه خبرونا وين المختطفين. في اكثر من هيك غباء؟ في اكثر من هيك حمرنه؟ سوري. فبدي الكل ترفعوا معنويات بعض، واحنا ان شاء الله منتصرين، وكل شيء عم بصير لصالحنا. والشهداء الله يرحمهم، الشهداء هدول احياء عند ربكم يرزقون. واهل غزه مش اول مره ولا ثاني مره ولا ثالث مره بمروا بهيك معارك وبيفقدوا اهالي وبيفقدوا احباب، لكن نفسياتهم كلهم مؤمنين بالشهاده، مؤمنين انه هاي الطريق طريقنا، ويا شهاده يا نصر. فبدنا معنويات عاليه، واي حدا بيعرف حدا في الداخل بيقدر يبعث له فيديوهات، يبعث له اخبار شو عم بصير، يوصل.